بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله هكمل معكم الحصر. المره اللي فاتت واحنا خدنا الحصر في حاجات انا مش شرحتها، انا بس اكتفيت ان انا اصدر اكسل. طيب لو مثلا في عناصر مش عملت دخلت جوه الحصر اعمل ايه؟ ان شاء الله دي اللي انا هشرحه النهارده. تعال نروح بس على ريفيت. المره اللي فاتت انا ما جيت صدرت كنت صدرت من غير ليفلز، المره دي انا هصدر وانا مع الليفلز. تعال هنا نفس ورك سيتنجز. طبعا زي ما حضرتك شايف كده هتنزل تحت هنا كده تعمل ديفايد فايل تو انتو ليفلز. كويس، تعمل بقى نفس الحاجات اللي انا عاملها ديت ما تغيرهاش. دي شيد ودي انتاير بروجكت. تعمل ايه؟ اوكي. طبعا هو اسمه راح فين؟ طبعا هو اسمه اس ار، وليكن انا عايز اعمله هخليه ويز الليفل. يلا بلاش ويز. طبعا تصدير النافس ورك بيبقى ان دبليو سي، لما بيجي يصدر من الريفت للنافس ورك بيصدر ان دبليو سي. يلا حاليا هو ما يخلص تصدير ان شاء الله راح افتح برنامج النافس وورك. دلوقتي انا فتحت برنامج النافس وورك. تعالى بقى نروح نفتح التصدير اللي احنا صدرناه. طبعا كانت هي with level هنا هي open. طبعا في حاجات انا مش كنت شرحتها المره اللي فاتت، انا كل اللي كان يهمني انك بس تعرف تحصر. نروح نفتح على quantification من فوق من هنا. نجرب هنا كده. طبعا هتيجي هنا على project setup من هنا تضغط عليها. طبعا احنا احنا دايما بنحصر بنان. طب تعالى نجرب السي اس اي 16. مفيش مشكله. ناخدها مترك. عايز تعملها امبريال مفيش اي مشكله، بس احنا في مصر بنشتغل مترك. طبعا الحاجات دي ممكن تخلي دي بالطن، مترك طن، مفيش اي مشكله. تعمل فينيش. طبعا احنا المره اللي فاتت استخدمنا البوكس على ما اتذكر، يعني خدنا سيلكت بوكس وجينا هنا كده وحددناه كله. لا المره دي لا، انا عايز استخدم سيلكشن تري. امسك من هنا كده حدد عليها كده، انا حددتها. جميل. تعالى هنا بقى اعمل موديل تيك اوف تو نيو كاتالوج ايتم. جميل. اعمل له يس. some object are already taken off to. مش مشكله اعمل يس، اعمل له حصر مفيش اي مشكله. يعني بقول لك الحاجات دي انت حصرتها قبل كده. ماشي. تعالى بقى هنا كرييت. سيبك من دي. تعالى هنا لو انا مثلا عايز اعرف في عناصر اتحصرت ولا ما اتحصرتش. تعالى هنا كده. انا عمال اضغط على حاجات عايز اشوف الالوان مش راضيه تظهر. مفيش اي مشكله احصر. فين. تعالى هنا كده. تعالى على فيو بوينت شيدد. بلا شيدد. ايوه هذه الالوان اللي انا قصدي عليها. شوف هنا عامل الالوان ازاي. طب حاليا تعالى هنا نزل دي تحت شويه كده. لو عملت هنا هايد تيك اوف كل حاجه من هنا هتختفي. وليكن مثلا نجرب نعمل كده. دي طبعا اللي هي الليفلز بتاعتنا، سيبك منها مفيش حاجه عايزه تتمسك. طيب شو تيك اوف كده هو بنيان لك المنشأ كله. طيب تعالى هنا لو انا عايز الغي الالوان الجميله ديت كده، احنا من هنا بنلغيها، من هنا بنظهرها. طيب جميل. ايتم كاتالوج ريسورس. لو انت عايز تظهر الريسورس سيبك منها ديت. طب حاليا انا عايز اصدر الحاجات ديت، عايز اصدرها اللهم صل على سيدنا محمد قولوا معايا كده، عايز اصدرها للاكسل. تعالى من هنا كده يا عم. تعالى بقى يا عم. من هنا كده اكسبورت كوانتيتيز تو اكسل. ماشي جميل. طبعا خلي كل حاجه تاخد الوقت بتاعها. ريبورت خليها مثلا 0. سيف. خليه ياخد الوقت بتاعه يعني ما تستعجلش، ولو ضغطت هنا ممكن البرنامج يهنج ويقف، فخليه يطلع براحته. يس عايزه يتفتح. طيب تعالى هنا لو انا عملت هاي تيك اوف كل حاجه اختفت، ده انا عايز اكد عليها. البرنامج فتح تاني صدق يفتح.
طبعا هو حصر لك الحاجه تحت هنا اهو بالليفلز، تمشي كده بقى وتشوف وتعمل كاونت الحاجات ديت هنا همت. لك كل الحريه، عايز تحصر بالليفلز، عايز تشيل الليفلز، عايز تحصر بالسي اس اي، مش عايز تحصر بالسي اس اي، يعني لك كل الحريه اللي انت عايز تعملها. هنا بقول لك اهوت اس ار ويز ليفل ان دبليو سي الاسم بتاعه كولوم نيك. شوف اللي انت عايزه، بس احنا لما بنيجي نحصر بنشيل الليفلز. طبعا عايزك تجلب في دول وتشوفهم، مفيش اي مشكله. يعني بمعنى صح انا عايزك تلعب في البرنامج يعني. وعادي لو غلطت، ما فيش انسان ما بيغلطش ما بيجي يتعلم. انت لو بتتعلم سواقه هتغلط وانت بتتعلم، او السباحه. فسيبك من دي، تعال هنا على النفس ورك. انا برضو بعمل هنا هيد شو تيك اوف، الحاجات دي لازم تعرفها. هو اكيد يعني شو تيك اوف، هاي تيك اوف هنا، هنا الحاجات دي انا عايزك تعرف بس الحاجات دي عشان دي اهم حاجه. طبعا كده زي ما حضرتك شايف، تعالى كده نشوف لو الوقت يسمح. اه ماشي، لسه جاي. تعالى هنا لو انا عايز اعمل سيف فيو بوينت، تعالى هنا كده. طيب ايه هو فيو بوينت؟ تعالى هنا ادخل جوه كده. خلاص كده احنا عملنا الحصر، سيبك اقفل ده كده. ماشي اقفل. اللهم صل على سيدنا محمد. ماشي تعالى هنا نمشي جوه المبنى كده سريع. مش راضي تنظبط ليه؟ مش راضي تنظبط ليه؟ هي مش عايز تنظبط. ماشي تعالى هنا. طبعا هي بطيئة في المشيان، يعني حاجة بطيئة. ماشي جميل. تعالى هات لي بقى سيف بوينت من هنا. نمشي لك هنا كده شوية. دي كده أجمل، دي اللي أنا عايزه. على فكرة ممكن تنزل هذا الشخص من هنا كده وتمشي بيه عادي، يعني تاخد تمشي بيه كده. راجل وجع، تعالى بقى نطيره. حلو إن هو وجع. في هنا حاجة هنا اسمها فلاي، نطيره فوق. أهو طار هنا أهو. تعالى ما بعرفش أطير بيه الصراحة، هو بيتبهدل مني يا عيني. فبص احنا نشيل الراجل، ولا نطير ولا نتعب في نفسنا. هات كده، شيل الراجل ليه، كتر خيرك يا ابو عمو. تعالى هنا في حاجه اسمها برسبكتيف واورثوجونال. شوف عملت اورثوجونال ازاي. برسبكتيف اورثوجونال. ماشي. ايه هو الالاين كاميرا دي؟ بيظبط الكاميرا. بص ماشي جميل. هرجع تاني. او دي طبعا نفس الحاجه الموجوده اسمه دي في الريفت. وانت عايز تلف كده مش اي مشكله. زوم. البان برضو اكيد عارفها يعني. طبعا الحاجات دي كلها احنا بنستخدمها من اللهم صل على سيدنا محمد من الماوس. فاحنا كده وكده يعني مش محتاجينها جدا. ودي عايز تعمل لوك اراوند، ارجع كده سريع. ودي طبعا اللايت. بصوا كده اللي هيجرى، حاجات بسيطة بس هي اللي بتتغير. نو لايت. تعالى هنا. ماشي سيبها كده بالشمس حلوة. ودي طبعا المود فور ريندر، خليها هيدن لاين. ودي لو انت عايز تاخد صورة. طيب احنا في البداية خدنا شوية حاجات من هنا وما نعرفش دول. اضغط هنا على اول واحدة، شوف رجعتك لاصل الحاجة اللي انت عملت لها فيو بوينت. ومش كده وبس، شوف لما بتاخدها ركز كده في الحاجات ديت اللي في الجانب دي. تعالى هنا كده. شوف حولتني من الماوس لدي. طيب عايزك تضغط على البان دي وتاخد فيو بوينت اللي هي اخر واحده. اضغط على اول واحده. حولتني ازاي؟ لا مش حولتني هنا. هنا حولتنا اللي بيمشي. تعالى على رقم 4 كده. ودتني للبان، يعني هي بتحتفظ بالحاجه اللي احنا استخدمناها. ودي نفس الحاجه اللي انا لسه شارحها فوق. وكده يعتبر احنا خدنا قائمه اللهم صل على سيدنا محمد فيو بوينت. طبعا مش مهمه يعني للدرجه دي، يعني كل اللي يهمني الحصر والتايم لاينر والكلاش تكتب بس. ان شاء الله ربنا يعيني واشرح لك 90% من الحاجات ديت. وكده يعتبر احنا خدنا الحصر النهارده وحصرنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اه من حاج واحنا بنخسر، مش فاكر قلتها ولا لا، بس انا عايز اكد عليها برضو. ثانيه واحده. في هنا هيدن تيك اوف، لو الحاجات ديت ما ظهرتش معاك كده يبقى انت كده حاصر صح، يعني انت كده شغلك ان شاء الله صح. ماشي. لو مم. راحت فين؟
شو تيك اوف، يبقى هي كده رجعت معاك، يبقى انت فعلا عملت. عامة تبقى اكد على نفسك وروح شددها تاني واعملها، يعني مش تعب في نفسك يعني. بس شدها بسلكت بوكس كده. يبقى احنا كده خلصنا الحصر كله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مالها مش عايزة تقفل ليه؟